حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين يا ولاد. يلا تعالوا نشوف الكنافه القمر دي. والله العظيم قمر قمر. بصوا القمر يا ولاد. بصوا انا الحاجه اللي بتعجبني يا ولاد بقول عليها قمر بصراحه. بصوا يا حبايبي، هنا ايه معايا بقى؟ ايه، كوبايه كده من التمر. التمر الطري بتاعنا، حطيت عليه معلقه من الزبده، حطيت عليه رشه من القرفه، ومعلقتين من الميه، وقفت جنبه اشوح فيه لحد ما بقى بالشكل ده. بصوا يا حبايبي اهو. دي اول حشوه عملناها. تاني حاجه حبايب قلبي، معايا نص كيلو من اللبن، حطيت عليه معلقتين ونص من الكاستر، وحطيت عليه 3 معالق من السكر. وايه، هتبقى ايدي فيه كده زي ما انتم شايفين كده لحد ما ايه القوام بتاعه يلف معايا. ده الكاستر يا ولاد اللي انا بستعمله. بصوا حبايبي، هو الكاستر برضو مش مهلبية على فكرة، بس الإضاءة عشان السبوتات عندي ألوان. بصوا حبايبي، تاني حاجة بقى، هنا جبت بقى ايه نص كيلو من اللبن، حطيت عليه معلقتين ونص من النشا، وحطيت عليه برضو 3 معالق سكر، وحطيت عليه معلقة كريم شانتيه كده مليان بس كده. وبرضو بتديه طعم غني وتخليها طعمها غني وجميل. بصوا حبايبي، ولفيتها هنا لفة حلوة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما كانش عندي جبنة موتزاريلا. لو كان في عندي جبنة موتزاريلا يا ولاد كنت حطيت لي بقى ايه ربع كوباية جبنة موتزاريلا كده تكمل الطعم يا حبايبي. هنا طبعا ايه عشان خاطر ايه الوش بتاعها ما يعملش وش معانا. طبعا اول ما تصبي على طول تغطي كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. وده التمر يا ولاد بالقرفه والسمنه البلدي، ريحته جنان. طبعا هنا بقطع الكنافه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حبايب قلبي كده، بنتشها كده ما بين ايه يعني القطعه والقطعه حوالي صباع، طول صباع كده. مش عايزه اكسرها علشان انا القبات بتاعتي صغيره قوي، فمش هتاخد كتير، هتبقى رقيقه قوي فهتتكسر. لو كان عندي الكبات اللي هي المدلعه الاكبر كنت كسرت الكنافه رفيع وعملتها فيها، بس كده افضل عشان ما تتكسرش. لو انت عندك بقى ممكن تعمليها كنافه متكسره رفيع. ما عندكيش، عندك كبات زي حالاتي كده صغيره كده، يبقى هتتعاملي معاها بنفس الشكل ده. مش هنقف على حاجه، يعني نشتغل بالموجود عندنا. وانا عامله يعني اشكال كتيره من الكنافه يا ولاد، باشكال مختلفه. بصوا يا حبايبي اهو بالطريقه دي كده. لو انت ما عندكيش كبات كيك وعايزه تعملي، ممكن تعملي ايه في فنجان قهوه، بس خلي بالك وانت بتخرجيها. بصي يا حبايبي بالشكل ده كده. ولو ما عندكيش كبات كيك ممكن تجيبي ورق فويل، وبرده ايه تعمليه على شكل كبات كده بايدك كده، وتعملي فيه كنافه عشان بس تعرفي تخرجي منها. بصي يا حبايبي، طبعا الكنافه في الاول لما نتشتها وقطعتها كده حطيت عليها نص كوبايه من السمن، وحطيت عليها رش معلقتين من السكر البودره. معلش أنا نسيت اقول في الاول. وفلفلتها طبعا، وبعد كده حطيتها في كبات الكيك، وكده احنا دخلناها الفرن. واهم حاجه ملحوظه مهمه، الكنافه تبقى على نار هاديه. حتى لو هتغيب معاكي شويه مش مشكله، بس علشان الكنافه خفيفه ما تتحرقش منك، لان الكبات دي بتبقى ايه خفيفه شويه، بتختلف عن الصواني يا حبايبي. هنا طبعا ايه بحط بقى ايه الحشوات بتاعتي بردت خالص، بحطها بقى في اكياس الحلواني عشان ابدا ايه اشكل بيها. وعملت يا ولاد معلقتين كريم شانتيه كده، هما كانوا اخر حاجه عندي والله. وهنا ما عندي منجايه اهي، قشرتها، كانت متفرزه، قشرتها وقطعتها عادي جدا، بس قطعتها وهي متلجه. قطعتها مكعبات وجميله معايا والله يا ولاد اهي زي ما انتم شايفينها كده. حتى لو هي نزلت سائل كده بيبقى مسكر وجميل جدا، لان بيبقى العسل بتاع المانجا نفسها. لو كنافه شربت منه هيبقى تحفه برضو. هنا الكاستر برضو انا فككته كده عشان خاطر ايه ارجعه القوام الطبيعي، لان كان برد معايا. وجهزته كده ورجعته تاني زي ما كان اهو يا حبايبي. هنبدا ايه، خرجت من الفرن معانا. بصوا هنبدا نعمل ايه اهو، خرجها كده بالراحه. بعد كده هنرش عليها العسل، نسقيها عسل خفيف قوي. عايزه عسل خفيف على فكره، لونها متحمر وحلو قوي، بس انا عندي الاضاءه، بس حبايب قلبي الاضاءه عندي مش تمام. الاضاءه عندي عشان داخل فيها الوان، فالاضاءه مش احلى حاجه. هنرش رشه عسل كده خفيف يا ولاد، ما تقلوش. بصي انا بعيدها تاني علشان اللي ما خدتش بالها تاخد بالها.
بصي يا حبايب قلبي اهو بالطريقه دي، ركزي كده، سهله وبسيطه، وهتعجبك قوي 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 بجد، هتعجبك قوي، هتدمنيها. بصي يا حبايبي هنا ايه، انا بحط رشه سمنه خفيفه قوي، لان طبعا انا مفلفله الكنافه في الاول، قلت لكم حطيت عليها نص كوبايه من السمن، وانت عايزه تحطي ربع كوبايه عادي مفيش مشكله، ومعلقتين من السكر البودره، وفلفلتها كويس قوي قبل ما اعملها ايه في القباط. هنا بقى شكلي بقى براحتك، ابدعي بقى هنا ايه، اعملي اللي انت عايزاه. والدايت هو كده كده، الدايت راح في داهيه الله يرحمه. وبصي يلا بقى خليها على الله. بصي يا حبايب قلبي، انا عارفه هتكرهوني انا عارفه. بصي يا حبايبي اهو، هتشكلي بقى، هتشكلي بمهلبيه، هتشكلي ده. بصي يا حبيبتي اللي انت عايزه بقى، معاكي كاستر، معاكي تمر، معاكي مهلبيه، معاكي مانجا وكريم شانتيه، عايزه تعملي سوداني وتحطي عليه قرفه وسكر، عايزه تعملي حطي فيها مكسرات وترشي عليها عسل في الاخر، فراوله تجيبيها فريش وتقطعيها، اللي نفسك فيه كله اعمليه. يلا حبايب قلبي، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، واعملوها وجربوها تعجبكم حبايب قلبي. يلا حبايب، الف هنا وشفا، سلام عليكم.